مساء الخير عليكم حبايبي وروح قلبي اللي متابعيني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. وحشتوني كتير يا امارات. النهارده معانا في مطبخ على نار هاديه فكره البطاطس الفرسكس. طريقتها سهله بسيطه منكهه. خلطتها حلوه قوي، مقرمشه جدا. عملتها بطريقتين، يعني مدرستين زي ما بيقولوا. هتطلع طعمها هايله جدا وسهله جدا وناجحه قوي من اول مره. والاولاد مش هقولكوا على قد ايه بيحبوها. بنشتريها من محلات بره وبنتهبل عليها. جربوها في البيت ومش هتندموا، هتعجبكم جدا وهتبطلوا تشتروها من بره. فيها كل النكهات اللي تحبوها وفي نفس الوقت مقرمشه من بره وطريه قوي من جوه، وهتطلعوها مستويه من اول مره. تعالوا اوريكم. شفتوا الايد الصغننه دي؟ تعالوا اوريكم بقى هنعمل ايه. يلا اول حاجه بقى هنبتدي نقطع البطاطس بتاعتنا. انا جايبه طبق فيه حبه ميه بتلج. اول لما اقطع البطاطس اسقطها فيه على طول. اهم حاجه بقى في تقطيع البطاطس، عايزي لو انت ما عندكيش على فكره السكينه المشرشره دي، عادي ممكن تستخدمي السكينه العاديه جدا. اهم حته بقى في تقطيع البطاطس انا مش عايزاها ولا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. هتستوي هتستوي لان احنا هننزلها لمدة مفيش 3 دقايق ولا اقل من 3 دقايق كمان في مية سخنة ونطلعها على طول. فيعني شبه مسلوقة او شبه ايه لمست المية السخنة، فيعني وفي نفس الوقت كمان المية بتلج شوية بتسوي. فهتستوي معانا من اول مرة وهتطلع حلوة جدا، مش هتطلع ناشفة ولا مقرمشة ولا اي حاجة من جوه. لا هتطلع مستوية كويس جدا، عشان في ناس كتير جربوها وقالوا بتبقى من جوه نية، عشان بيبقوا معلين كمان النار عليها بتحمر من بره ومن جوه لا. انا عندي بطاطس كويسه، بطاطس حاليه. طبعا البطاطس دلوقتي رخيصه جدا في السوق، ونقدر نستخدم منها حاجات كتيره ونقدر نفرزن منها وهنعمل منها اشكال والوان كتيره عشان خاطر الصيام. تمام كده. فيلا بقى مع بعض نشوف هنشتغل ازاي في الفيديو بتاع البطاطس الفرسكس دي، وازاي نطلعها من اول مره مقرمشه من بره طريه من جوه ومستويه كويس جدا ولونها هايل قوي كده. معايا بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل اسود، ومعلقه بيكنج باودر، ومعلقه كاري، وبص اللي في النص الاورنج ده زعفران، معلقتين نشا، وكوبايه من الدقيق، ونص كوبايه ميه تقريبا. تمام كده. هنبتدي بقى في بولة او في طبق غويط. هحط الدقيق، ما حطيتهوش كله، حسيت ان الكمية يعني كتيرة قوي على الكمية اللي انا عاملاها بتاعة البطاطس. هنزل بمعلقتين النشا، معلقتين صغننة. التوابل بقى يعني كلها معالق صغيرة ما عدا الملح معلقتين. تمام كده. دوبتهم مع بعض كلهم. عايزة اقول لكم يعني رشة الزعفران على قد ما هي بصوا صغننة قد ايه، بس بودرة الزعفران خطيرة في لونها. مش النكهة مش باينة قوي، او مش نكهة مش باينة خالص يعتبر، بس لونها واخد تحفة في البطاطس ومخليها زي ما انتم شايفينها كده لونها جميلة جدا. حابة تعمليها محمرة يبقى شيلي الزعفران وكتري البابريكا. تمام كده. هنزل بقى بالمية. بص لونها اول لما نزلت كأنك حاطة لون. تمام كده. بس طبعا لون طبيعي صحي بيتاكل، وهتخلي طعم البطاطس ولونها جميل جدا جدا جدا. الخلطة دي بقى كلها المنكهة دي هي اللي ادت الطعم للبطاطس. الخلطة السرية زي ما بيقولوا كده، منكهة عن البطاطس العادية اللي احنا متعودين عليها، اللي بنقليها او اللي هي بنسلقها وبنقليها. فانا اثناء ما انا بشتغل كده انا حاطه طبعا حله فيها ميه على النار تغلي، وابتدي اسقط فيها البطاطس اللي انا مريحاها في الميه دي او شطفها وحطها في حبه ميه. وانزل بيها على طول الحله اول بس ما تبتدي تغلي الميه اللي عندي. تمام. انا مش عايزه السمك بتاعي يطلع ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، علشان يقدر يعمل لي كفر للبطاطسايه. وفي نفس الوقت هسيبه شويه بقى عقبال ما اسلق البطاطس وتطلع تبرد، اسيب فيها البطاطس تريح. تمام كده. اهي بص البطاطس اسلقها. انا مش هسيبها فتره طويله يا جماعه، مش بسلق هي يا دوبك تشم تشم بس الميه السخنه، مش هسلق وبعد كده هطلعها على ميه ساقعه على طول علشان يعني تهدي من حرارتها. اهو ده التلج، هسقطها فيها على طول اول لما تطلع. يعني حتى انا ما استنيتش لغايه لما هي مثلا تقلب قلبه، لا انا بص حسيت ان لونها ابتدى يغير، قمت ناشلاها على طول ونزلتها على ميه بتلج. الميه التلج هتوقف السوا بتاعها وعشان ما تتهريش مني.
تمام كده. وابتدي اقلب فيها، هصفيها بقى واسيبها تنشف شويه او تبرد شويه عشان ما تبقاش سخنه في مصفى اهي. تمام كده. وابتدي انزلها ايه على الخليط اللي انا عملته. اهم حاجه تكون هي صفت الميه بتاعتها كويس، عشان لو هي فيها حبه ميه مش هتمسك على الكفر، يعني الخليط ده مش هيمسك على الكفر سوري. حلو قوي لو سيبنا الخلطة دي في قلب البطاطس يجي مثلا ساعتين 3 كده، تتنكه بيها كأننا بنتبلها وبنسيبها، وبعد كده نبقى نقليها يعني. يعني هتدي الطعم اقوى شوية من كده كمان. انا ما قدرتش اسيبها غير ساعة واحدة بس. كل ما سبتيها اكتر كل ما كانت احلى، وكل ما كانت لو هي مش مستوية كانت تستوي معاكي كمان. تمام كده. لو انت بقى مش عايزه الخطوه بتاعه السليق دي، يبقى لازم مجبره انك تقطعي البطاطس صغير زي ما بتقليها العاديه خالص، بس كده هتبقى فيها نكهه كبيره، ومش هتلاقي فيها لحم او بطاطسايه نفسها، هتحسي بطعم الخلطه قوي ومش هتحسي بطعم الايه النكهه. هنا انا بقول لكم انا هعملها بخطوتين. في ناس بيعملوها ان هي بعد المرحله دي ينزلوها بدقيق منكه او بقسماط او فيجيتار زي ما انا ما عملت، وفي ناس بيقلوا على طول. انا هنا مصوره لكم الآلية على طول عشان لازم ننزلها واحده واحده وبعيده عن بعضها، عشان الكفر ده عامل زي مثلا الكفر بتاع القرنبيط كده، فممكن يلزقوا في قلب بعضيهم. تمام. فده بقى مش هيخلينا نعملها يلزقوا على بعض، يعني هننزل واحده واحده وبعاد عن بعض، واول لما هتبتدي هي تتغلف او تنشف هتقوم هي طالعه لفوق زي البطاطس العاديه. بس اللي هي بالفيجيتار اللي احنا هنعملها فخلاص انتوا عارفين آليتها زي البانيه بالظبط. انا بوريكم ازاي انا بحطها فيها، بس مش مصوره لكم الآلية بتاعتها، لان هي خلاص انت بترمي بالحبه وهي خلاص هي تتغلف نفسها، او يعني هي متغلفه اوتوماتيك بالفيجيتار. في ناس بقى بتحط فيجيتار كده زي ما انا ما عامله، وفي ناس بتحط دقيق وتتبله هي، ايا كان. بس هي الطريقه الاصدق او الاصح اللي هي بتتعمل من غير الفيجيتار، وهي فعلا الطريقه اللي طلعت الاولاد حبوها جدا، وهي ناشفه من نفسها من بره وطريه قوي من جوه. كانت طعمها هايل بصراحه وريحتها خطيره، هنبطل نشتريها من بره. وعملت معاها كمان صوص كاتشب على باربيكيو كده. هو طبعا مش هو ده الصوص اللي بيتقدم معاها، بس احنا عشان احنا صايمين بقى فمش هينفع نعمل الصوص بتاعها عشان داخل فيها مايونيز. تمام كده. البطاطس الفريسكاس كده هبتدي بقى كده اخلص كل الكميه اللي عندي. عملتهم نصهم تقريبا قليتهم كده عادي، والنص التاني بالفيجيتار. هي عامه البطاطس في كل احوالها عندنا بتتهرس، يعني بتداس عليها كده وكلنا بنحبها ايا كانت الطريقه. بصوا بقى طالعه مقرمشه ازاي، حلوه جدا. بصوا باينه جدا ولونها خطير قوي 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 ومشرشره ولذيذه. لو وصلتي لغايه هنا ما تنسنيش في اللايك والشير. لو بتتفرجي عليا من اليوتيوب انزلي اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو من الفيسبوك سيبيلي تعليق حلو يا قمر. هتوحشوني كتير يا امارات. يلا سلام. لا ندوق واحده الاول قبل ما نقفل. لا حلوه قوي. طعمها حكايه. هجوعكم انا كده. يلا بقى اعملوني لايك وما تنسوش الكومنتات الكتير. بحبكم جدا. سلام باي باي.